السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال ثانوية عامة، يا رب يا رب تكونوا بخير، ويا رب تكونوا لسه مستمرين في السعي ومزودينه قوي 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 الفترة دي يا رب إن شاء الله. خلاص يا أبطال ثانوية عامة، لما يتبقى إلا القليل والله. يعني خلاص النهاردة 30/4 وامتحان العربي يوم 18/6، فأيام معدودة ونخلص من الكابوس ده اللي والله هتحن لأيامه جدا جدا لما تدخل الكلية إن شاء الله اللي بتحلم بيها. يعني أنا يا محمد هحن لأيام ثانوية عامة بجد؟ والله أنت هتحن لأيام ثانوية عامة وتقول يوم من أيام ثانوية عامة. انا مش هتكلم كتير وهخلي الايام هي اللي تثبت لك وتفتكر اللي انا قلت لك كده، وان انت تحن الايام اللي انت فيها دلوقتي والله. بس انت قول يا رب كده. المهم يعني دلوقتي احنا اغلبنا خلاص بدا المراجعه، او لسه مثلا بتخلص المنهج وهي هتبدا المراجعه. ولو انت لسه ما بداتش مراجعه مثلا، كنت بادئ متاخر، عادي جدا جدا، كمل زي ما انت والله. انت لسه معاك وقت كبير جدا جدا، فما تقلقش، كمل زي ما انت. فنقدر نقول ان اغلبنا بدا مراجعه. فانا عايز اقول لك كلمتين بخصوص فتره المراجعه. عارفين يا جماعه والله الفتره دي فتره مهمه جدا جدا، ومش قادر اوصف لك قد ايه الفترة دي مهمة، قد ايه الفترة دي هي اهم فترة في السنة حرفيا، بل هي ممكن تكون اهم فترة في حياتك لحد الان. فيا جماعة بالله عليكم نستغل كل لحظة وكل دقيقة في الفترة دي. وللاسف انا بقول لك لو انت ضيعت حاجة من الفترة دي خلاص ما عادش فيه فرصة تانية اللي انت تعوض فيها. فارجوك ارجوك يعني ما تضيعش اي حاجة من الفترة دي. ضيعت وقت كتير وندمان على الوقت ده؟ لا، اوعى تندم على اي وقت ضاع. معاك 50 يوم حرفيا تقدر تعمل فيهم اللي ما اتعملش في ال8 شهور اللي فاتوا. والله يا جماعة انا بكلمكم بجد، ال 50 يوم اللي جايين اللي قبل امتحان العربي حرفيا انت في ال 50 يوم ده تقدر تغير كل حاجه، تقدر تثبت والله ان انت قد المسؤوليه اللي اتحطت عليك، تقدر الفتره دي تغير مسارك حرفيا. تعبك في الفتره دي ان شاء الله هيكون سبب في فرحتك وفرحه اهلك يوم النتيجه. والله يا جماعه الفرحه دي يعني مش هقول لك هي بتبقى عامله ازاي. يا رب يا رب كل اللي بيتفرج على الفيديو دلوقتي او كل طلاب ثانويه عامه يفرحوا فرحه النتيجه يا رب. فارجوك ما تضيعش على نفسك الفرحه دي، وما تستخسرش في اهلك حتى الفرحه دي، اهلك يستاهلوا والله. فارجوك اللي بتسمعنا دلوقتي ما تضيعش حاجه من الفتره دي، فتره مهمه جدا والله يا جماعه الى ابعد الحدود. فالنهارده 30/4 خلاص خلصنا رمضان وخلصنا العيد واجازات العيد. وانا عارف ان الفتره اللي فاتت او الشهر او ال40 يوم اللي فاتوا مذاكرتك ما كانتش زي قبل رمضان، فخلاص احنا اجزنا واستريحنا شويه، فنبدا صفحه جديده من مضاعفه السعي وحسن الظن بالله، صفحه جديده من الظن بالله كل الخير، وان ربنا مش هيضيع تعبك ولا هيضيع تعب اهلك ولا المجهود اللي انت بتعمله ولا المجهود اللي اهلك بيبذلوه عشانك. مش تعبك بس ان انت بتذاكر، تعبك بس في تفكيرك مثلا في اهلك، في ان انت مش عايز تضيع مجهود اهلك وعايز تفرحهم. اكيد هتؤجر على ده، بس طبعا تكون نيتك في ان انت نفسك تعمل حاجه، مش شايل من دماغك بقى يعني سنه وقضاها وخلاص ومش مهم الفلوس اللي بتصرف دي. لا، لازم تكون حاطط في دماغك اللي انت عايز تفرحهم، عايز تكافئهم على المجهود اللي عملوه معاك، فربنا ان شاء الله هيكافئك على ده، مش بس على مجهودك اللي انت بتعمله وانت بتذاكر. وكمان حاجه كده، انا عارف ان الفتره دي الشيطان بيبدا يهيئ لك كده حاجات غريبه في دماغك ويقول لك يا عم طب يعني انت مش قد كليه طب ولا هندسه، او كليه طب ايه وهندسه اللي تدخلهم يا ابني، انت مش شاطر، انت ما ذاكرتش زي الفلاني، انت ما ذاكرتش زي كذا. لا والف لا، اقفل الباب ده خالص، استعذ بالله واقفل الباب ده خالص. اوعى تخلي التفكير ده يتمكن منك، ودايما احسن الظن بالله. فدايما تكون حاطط في دماغك الحاجتين دول، تحسن الظن بالله، تفتكر فرحه النتيجه وفرحه اهلك. والله فرحه، انا يا رب يا رب يا رب من كل قلبي اقسم بالله تفرح الفرحه دي. والله يا عم خلاص هي هانت جدا جدا وهانت اقرب من اي وقت. فخلاص انت متخيل ايام معدوده جدا وخلاص نقول ما عادش ثانويه عامه، افراج